اوعوا تعملوا كريب البيتزا غير لما تشوفوا الفيديو ده الاول. يلا نسمي بالله ونصلي على الرسول. اول حاجه كده بجيب الخلاط واحط فيه 2 عدد بيض، بحط فيه بيضتين بس. وهبتدي ان انا اجيب هنا كوبايه ونص من اللبن، هو الاساس بيحطوا 3 بيضات، انا هحط بس بيضتين. واحط كوبايه ونص من اللبن واحط عليهم ربع كوبايه من الزيت. هنزل هنا بنص معلقه صغير من الملح، وهنزل كمان الوصفة ما كانش فيها بودر، بس انا هحط معلقة كبيرة مليانة كده من البودر. تمام كده هبتدي بقى انزل هنا بكوباية وربع من الدقيق، كله كده في الخلاط على بعضه كده، وهنضربه مع بعضه لغاية ما يبقى القوام ناعم تماما وكله يدوب كويس جدا. بصوا انا ضربته لغاية القوام ما بقى ناعم بالشكل ده. اهم حاجه بقى والخطوه الاساسي، عشان لا تجيبي ورق زبده ولا الكلام ده كله، انا جبت في الصينيه عادي خالص ولا استخدمت ورق زبده ولا اي حاجه. وهوريكم النتيجه في الاخر. بصوا انا ابتديت ان انا اجيب هنا معلقه صغيره كده من السمنه، ومسحتها كويس بالفرشه. اهم حاجه يعني معلقه كويسه كده عشان القوام ما يلزقش معاكي. وهتبتدي بقى تنزلي هنا بالخليط بتاعك. هنا دي الصينيه اللي هي الوسط في الصواني المستطيله. هتنزلي بقى بالخليط بتاعك، وهتكوني بقى ايه مشغله الفرن وانت شغاله كده. هحط هنا بقى الحاجات اللي هنحطها على وش البيتزا. انا هنا كنت مقطعه طماطم شرايح صغننه، وكنت كمان عندي هنا يعني شريحتين كده من اللانشو عليهم جبنه رومي، فضفتهم يعني مقطعاهم قطع صغننه برضو حطيتهم هما كمان. اي حاجه بقى عندك حطيها. تمام كده اهم حاجه بس تقطعيها يعني قطع صغيره كده عشان تعطي معاكي شكل حلو. هحط معاكم كمان دي جبنه رومي، انا كنت عملتها قبل كده في فيديو، على فكره حطاها عندي في الفريزر، بعمل بيها البيتزا وبعمل بيها كل الوصفات. لو حابين انزل لكم الفيديو ده قولوا لي في الكومنتات. دي جبنه رومي انا اللي عاملاها. دي كمان بقى جبنه موتزاريلا، حطيت بس حبه على الوش كده علشان تدي معاكي المطه والطعم الحلو. حبه بساط كده مش كتير. بس كده زي ما قلت لك تكوني مشغله الفرن على اعلى درجه. هتدخليها على الرف الوسطاني، هتسيبيها معاكي يعني من نص ساعه لازيد شويه كمان، لو الفرن بتاعك على حسب بقى الفرن بتاعك وكده. بس كده بعد ما خرجتها ادت معايا الشكل التحفه ده. هقول لكم بقى النتيجه في الاخر عامله ازاي. تعالوا نقطعها بس كده وندوقها بقى كده واقول لكم رايي فيها بكل صراحه. بس كده بصوا الجمال بقى، لا لزقت ولا حصل لها اي حاجه. انا قطعتها قدامكم اهو شلتها، ولا لزقت ولا اي حاجه. وبيقولك بقى تجيبي بقى ورق زبده من الغالي عشان ما تلزقش ولا الكلام ده كله. بصوا طلعت معايا بكل سهوله ازاي وتحفه، طالعه الخرط بخرطتها كده وشكلها من تحت يفتح النفس. اي حشوه بقى انت حباها حطيها على وشها. تعال بقى ندوق الطعم. عايزه اقول لكم الطعم بقى في حتة تانية خالص، طعمها تحفة، حاجة كده زي الكريب وحاجة كده زي البيتزا. ما تعرفيش بقى اذا كانت كريب ولا بيتزا، بس عايزة اقول لكم الطعم يا بنات في حتة تانية. بجد طعمها حلو، عايزاكم تجربوها عشان في ناس كتير قالت ان هي وحشة وطعمها مش حلو، بس بالعكس والله طعمها حلو. عايزة اقول لكم ان هي عجبت الاولاد قوي قوي. وعايزة اقول لكم ان هم قالوا لنا يا ماما اعملها لنا على طول. يعني كده لما تعجب اولادك تحسي كده ان انت عملت انجاز، يعني عملت حاجة حلوة. اهم حاجة تعجب الاولاد، وبجد والله عجبتني، يعني طعمها بجد فظيع. وتلفيها رول كده، او بقى تقطعيها شرايح كده زي ما بتحبي بقى تاكليها. وبألف هنا وشفا يا بنات، جربوا الطريقة دي بتاعتي علشان تنجح معاكم من اول مرة وما تلزقش في الصينية. بصوا ما شاء الله بلفها ازاي، بتتلف معايا وبتطلع من الصينية بكل سهولة. والطعم يا بنات تحفة والله، جربوها عشان هتعجبكم قوي. ما تنسوش بقى تدعموني يا بنات بلايك وشير، وما تنسوش تعملوا متابعة. وان شاء الله اشوفكم على خير في فيديو تاني جديد ووصفات تانية جديدة، واقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.